مراكش في المغرب يوم 16 ديسمبر اللي جاي. كل الكلام ده جميل وكله تمام ومفيش اي مشكله. نيجي بقى لتخاريف الكاف اللي استبعدت اصلا احسن لعيبه في القاره في مشهد غريب قوي. تخيل تستبعد محمد صلاح وفيكتور اوسيمين وابراهيم دياز، مع احترامي طبعا للاسماء اللي دخلت في القايمه، طبعا شيء مش منطقي اصلا. يعني مثلا الكاف عايز يقنعنا ان سفيان رحيمي مع العين والمنتخب المغربي افضل من صلاح والارقام اللي حققها مع المنتخب المصري ومع ليفربول في الدوري الانجليزي الاقوى في العالم، ده غير دوري ابطال اوروبا اللي بيلعب فيهم حقق فيه ارقام خياليه. طب ابراهيم دياز، طب فيكتور اوسمين، طب ده كلام ده كاف. طيب هنا بقى هنركز في حته مهمه جدا، وهو ان الكاف بيوضح لنا انه استبعد الناس دي عشان يكسب ناس معينه. وبما ان الحفله موجوده في مراكش في المغرب، فاعتقد ان اللي هيفوز بالجائزه دي هو واحد مغربي، بس ما تقولش اشرف حكيمي، رغم ان معاه في القايمه 2 مغاربه وسفيان رحيمي. وده طبعا لما تقرا القايمه اللي مكونه من 10 لعيبه. اقرا القايمه كويس جدا وهتعرف هم ليه عملوا الحوار ده كله.